لو مستعجلين او ما عندكوش وقت تعملوا غدا، جربوا تعملوا معايا الوصفة دي. وصفة صدور الدجاج بالزبدة او البتر تشيكن. وصفة لذيذة جدا، مش هتاخد معاكوا اكتر من ساعة، مع رز ابيض هتكونوا عملتوا وصفة غدا معتبرة. طعم وريحة الفراخ والصوص الكريمي ده حكاية. تعالوا نشوف مع بعض هنعملها ازاي. علشان نعمل الوصفة دي هنحتاج كيلو صدور دجاج مقطعينها مكعبات، معلقة كبيرة جنزبيل فريش، معلقة صغيرة ملح، معلقة صغيرة فلفل اسود، ومعلقة صغيرة توم باودر. هنحتاج كمان نص معلقة صغيرة كزبرة جافة مطحونة، وشوية عصير ليمون، يعني مقدار عصير ليمونتين. هنحطهم كلهم على الفراخ وهنقلبهم معاها ونسيبها نص ساعة تشرب التوابل اللي حطيناها عليها. في طاسة سخنة على نار عالية هنحط ربع كوباية زيت، وهنسيبها تسخن كويس جدا عشان ما تنزلش مية الفراخ معانا. بعد كده هنحط الفراخ بعد ما شربت التتبيلة ونقلبها مع الزيت لحد ما تتشوح وتستوي كويس جدا وما يبقاش فيها اي مية. لما الفراخ توصل تبقى بالشكل ده كده، ميتها تنشف ولونها هيتغير، هيبقى لونها ابيض زي ما انتوا شايفين. هنصفيها من الزيت بتاعها ونطلعها في طبق بره، وهنحط في الزيت ده البصل المفروم. هنحتاج بصلتين كبار مفرومين، هنقلبهم في الزيت اللي صفيناه من الفراخ ده لحد ما يتبلوا وياخدوا اللون الاصفر، مش عايزينهم يحمروا. بعد ما يتبلوا ويصفروا هنحط لهم معلقتين كبار توم مفروم. هنقلب التوم مع البصل لحد ما ريحته تطلع. هنضيف له معلقة كبيرة جنزبيل فريش مفروم، ومعلقة صغيرة كزبرة جافة مطحونة تاني، ونقلبهم مع بعض لحد ما ريحة الجنزبيل والكزبرة تطلع. هنضيف لهم كوباية عصير طماطم. نضيف كمان معلقة كبيرة صلصة طماطم مع نص كوباية مية، ونقلب الخليط ده كله مع بعضه ونسيبه لحد ما يغلي. وما ننساش الملح والسكر. هنضيف معلقة صغيرة ملح ونص معلقة صغيرة سكر، ودي السكر بنحطه في اي اكل فيه عصير طماطم وصلصة علشان ما يعملش معانا حموضة بعد الاكل، بنضيف له رشة سكر صغيرة. بعد ما الصلصة والبصل يغلوا مع بعض هنسيبهم يبردوا شوية، وبعد كده هنضربهم في الخلاط او هنضربهم بالهاند بلندر. هعملهم وارجع لكم تاني. ده الصوص بعد ما ضربناه في الخلاط، شايفين طالع كريمي ازاي وناعم. هنضيف له نص كوباية كريمة طبخ ومعلقتين كبار زبدة، ونقلبهم معاه ونسيبهم ياخدوا غلوة واحدة مع بعض. بعد كده هنضيف الفراخ مع نص كوباية مية كمان، ونقلبها مع الصوص ونسيبها 10 دقايق لحد ما نتأكد ان الفراخ استوت، وكده تبقى الوصفة بتاعتنا خلصت. نغرف البتر تشيكن في طبق التقديم، وتقدروا تزينوها بكريمة الطبخ او بالبقدونس المفروم، وتقدموها جنب الرز الابيض والعيش، وكده الوصفة خلصت. اتمنى انها تعجبكم، واذا عجبكم الوصفة ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو علشان يتشاف، ولو انتوا اول مرة بتشوفوني اشتركوا في القناة علشان يوصلكوا كل وصفاتي الجديدة.